وبعد سلسلة من التدقيقات الأمنية ودراسة الظروف المحيطة بالحادث من جميع جوانبه دراسة متعمقة في ظل ظروف مكانية وزمانية لها وضع خاص من حيث الكثافة العددية للحجاج وتحركهم في تلك الليلة استعدادا للصعود إلى منى وعرفات. وكان فضل الله كبيرا ورحمته لقاصدي بيته واسعة، حيث مكن رجال المباحث العامة من القبض على من نفذوا هذه الجريمة. وبعد القبض عليهم دلوا على من شاركهم في جريمتهم، وجميع من توفرت الأدلة على اشتراكهم في الجريمة من أبناء الشيعة، وهم: 1. علي عبد الله حسين كاظم كويتي الجنسية من أصل إيراني. 2. منصور حسن عبد الله المحميد كويتي الجنسية والأصل. 3. عبد العزيز حسين علي محمد شمس كويتي الجنسية من أصل سعودي. 4. عبد الوهاب حسين علي بارون كويتي الجنسية من أصل إيراني. 5. هاني حبيب طاهر المصري كويتي الجنسية والأصل. 6. عادل محمد خليفة بهمن كويتي الجنسية من أصل إيراني. 7. حسن عبد الجليل حسين الحسيني كويتي الجنسية من أصل سعودي. 8. عبد الحسين كرم درويش ناصر كويتي الجنسية من أصل إيراني. 9. إسماعيل جعفر غلم جعفر كويتي الجنسية من أصل إيراني. 10. عبد الله أسد عبد الله علي رضا كويتي الجنسية من أصل إيراني. 11. صالح عبد الرسول ياسين حجية كويتي الجنسية من أصل إيراني. 12. حمد عبد الله أحمد عباس دشتي كويتي الجنسية من أصل إيراني. 13. ميثم عباس غلم حسين كويتي الجنسية من أصل إيراني. 14. سيد أحمد سيد علي سيد عباس عبد الرسول كويتي الجنسية والأصل. 15. يوسف عبد الله غلم بن حسن كويتي الجنسية والأصل. 16. علي أحمد عباس باقر كويتي الجنسية من أصل إيراني. 17. يحيى قنبر علي الجعفر كويتي الجنسية من أصل إيراني. 18. محمد عباس باقر كويتي الجنسية من أصل إيراني. 19. محمود عبد الله حسين كاظم كويتي الجنسية من أصل إيراني. 20. حسين حبيب عباس حسين كويتي الجنسية من أصل إيراني. لذلك ولعدد من الاعتبارات التي رآها القضاة واجبة لصيانة أمن الحرم وتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، فقد حكموا بقتل كل من علي عبد الله حسين كاظم، منصور حسن عبد الله المحميد، عبد العزيز حسين علي محمد شمس، عبد الوهاب حسين علي بارون، هاني حبيب طاهر المصري، عادل محمد خليفة بهمن، حسن عبد الجليل حسين الحسيني، عبد الحسين كرم درويش ناصر، إسماعيل جعفر غلوم جعفر، عبد الله أسد عبد الله علي رضا، صالح عبد الرسول ياسين حاجية، حمد عبد الله أحمد عباس دشتي، ميثم عباس غلوم حسين، سيد أحمد سيد علي سيد عباس عبد الرسول، يوسف عبد الله غلوم بن حسن، علي أحمد عباس باقر، لثبوت ما يوجب قتلهم من اشتراكهم المباشر بما يلزم لجريمة التفجير. أما بقية من توفرت عليهم الأدلة وهم: يحيى قنبر علي آل جعفر، ومحمد عباس باقر، ومحمود عبد الله حسين كاظم، وحسين حبيب عباس حسين، فلعدم كفاية الأدلة لقتلهم فقد حكمت عليهم المحكمة الشرعية بما يلي: أولا، يحيى قنبر علي آل جعفر بالسجن 20 عاما من تاريخ توقيفه
و1500 جلدة مفرقة على 30 مرة، في كل مرة 50 جلدة. أما الثلاثة الآخرون وهم محمد عباس باقر، ومحمود عبد الله حسين كاظم، وحسين حبيب عباس حسين، فقد نص الحكم الشرعي بسجن كل واحد منهم 15 عاما من تاريخ توقيفه، وجلده 1000 جلدة مفرقة على 20 مرة، في كل مرة 50 جلدة. استقبل آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية اليوم ضيوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين يزورون البلاد للمشاركة في المراسم التي تقام بمناسبة 40 الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وألقى آية الله الخامنئي كلمة خلال اللقاء قال فيها أن الاستعمار يحاول دوما إثارة المشاعر القومية لبث الفرقة بين المسلمين وتجديد الخلافات الطائفية، وقد لعبت الحكومات الفاسدة والعميلة دورا فاعلا في هذا المجال. كما أشار سماحته إلى الأوضاع السيئة المفروضة على المسلمين، فقال إن النهضة الإسلامية في إيران التي قامت بهدف قطع دابر القوى الظالمة والمعتدية عن المسلمين أكدت دوما على أهمية الوحدة الإسلامية وجعلتها في أولويات أهدافها. وأكد ولي أمر المسلمين قائلا أننا نعني بتصدير الثورة نشر الثقافة الإسلامية البناء في جميع أنحاء العالم، وأننا نفتخر بذلك. ثم هاجم آية الله الخامنئي السياسة الأمريكية العدوانية وقال إن يد الرئيس الأمريكي وعملائه الرجعيين ملطخة بدماء ركاب الطائرة المدنية الإيرانية ومئات الحجاج الإيرانيين في الحرم المكي الآمن، وكذلك بدماء الفلسطينيين المظلومين والشعب اللبناني المظلوم، وأن الإرهابيين هم الذين يهاجمون المدنيين الأبرياء في أقصى العالم ويلطخون أيديهم بدمائهم. ودعا قائد الثورة الإسلامية إلى التحلي بالوعي واليقظة لمواجهة المؤامرات الاستكبارية الدعائية والإعلامية. وأضاف سماحته أن العالم الإسلامي قد استيقظ من سباته، وبدأ مسلمو العالم يشعرون بالعزة والكرامة، وذلك نابع من قوة وعظمة الثورة الإسلامية. كما أكد آية الله الخامنئي ضرورة تضامن مسلمي العالم مع الشعب الإيراني المسلم، وقال أن على المسلمين أن يكونوا متحدي الكلمة والمشاعر رغم اختلاف ألسنتهم وتباين قومياتهم، وذلك من أجل التحرك نحو الأهداف الإسلامية الكبرى. وفي الختام أبدى قائد الثورة الإسلامية امتنانه للمسلمين من غير الإيرانيين المشاركين في مراسم 40 الإمام الخميني قدس سره، مؤكدا تنامي قوة الشعب الإيراني المسلم أكثر من أي وقت مضى. قال أحد علماء الدين الحجازيين في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن الانفجارات الأخيرة في مكة المكرمة هي مخطط أمريكي سعودي مشترك استهدف الإساءة للإسلام الأصيل. وأضاف أن حكام آل سعود العملاء لجأوا إلى هذه الجريمة البشعة إثر العزلة التي استشعروها من وراء الاحتجاجات الواسعة لمسلمي العالم ضد المجزرة التي ارتكبوها في الحرم المكي قبل عامين. واستطرد يقول إن آل سعود دبروا هذه الانفجارات للخروج من العزلة السياسية وتبرير منعهم للحجاج الإيرانيين من أداء فريضة الحج. وقال إن آل سعود الذين ارتكبوا مجزرة الحرم المكي من السهل عليهم القيام بهذه الجريمة. وفي الهند أصدر مجلس علماء الإسلام في حيدر آباد بيانا استنكر فيه الانفجارات الأخيرة في مكة المكرمة، معتبرا هذه الانفجارات مؤامرة مدبرة من قبل الاستكبار العالمي. وحي البيان ذكرى شهداء الحرم المكي، مؤكدا ضرورة إدارة الحرمين الشريفين من قبل هيئة من كبار علماء الأمة الإسلامية. كما استنكرت الشخصيات الدينية والسياسية البارزة والاتحادات والمراكز الإسلامية في حيدر آباد الهندية في بيانات لها استنكرت بشدة الانفجارات الأخيرة في الحرم المكي، وأكدت أن هذه الجريمة ارتكبت من قبل عملاء الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية العالمية. وفي هذا المجال أيضا دعا مولانا السيد خاموشي رئيس مركز الأبحاث الإسلامية في حيدر آباد دعا علماء الدين في العالم إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بشأن هذه الانفجارات. كما دعا علماء الدين البارزون في باكستان في احتفالات تأبينية
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لشهداء الحرم المكي إلى تحرير الحرمين الشريفين من أيدي حكام الحجاز،